ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر ده الليل الوقت 9 ساعات، 9 ساعات ب90 سنة عند الله خير من 1000 شهر. لو كان العشر الأواسط همتك نزلت فيهم، لو كان العشر الأوائل ما بدأتش ضربة البدء فيهم، لو كنت لسه رقبتك لم تعتق من النار في ال20 يوم اللي فاتوا، لو كنت لسه لم تجد دعاء رمضان المستجاب، لو كنت لسه ما لقيتش قلبك مع القرآن، الروح ما رجعتش، فرصتك في العشر الأواخر 9 ساعات ممكن يحط اسمك وسط أسماء أئمة أنت بتقرأ عنهم في التاريخ أصلا في كتب السلف. 9 ساعات الحسنة 60,000 ضعف خير من 1000 شهر، 30,000 ضعف، واليوم يوم وليلة يعني 60,000 ضعف. تخيل السجدة ب60,000 سجدة، الركعة ب60,000 ركعة. 9 ساعات ب90 سنة عند الله خير من 1000 شهر، يعني الساعة ب10 سنين. خد بالك عمرك لو انت عشت 60-70 سنة كله ما يصفيش 5 سنين عبادة. بعد تلت عمرك في النوم، وبعد الأكل والاتصالات والمواصلات والرايح والجاي والشغل الدنيوي والمذاكرة والامتحانات ومهام البيت ومسؤوليات الحياة. انت لو عشت 70 سنة صفيت منهم 5 سنين عبادة تبقى انت راجل من العباد اصلا، يبقى انت راجل بطل. انت متخيل يعني ايه الساعة ب10 سنين عبادة؟ يعني بعمرين ضعف عمرك لو انت عابد من العباد. 9 ساعات ربنا يفتح لك بيهم ابواب الفردوس الاعلى، 9 ساعات ممكن تصيب بيهم ابواب الجنة ال8، 9 ساعات عند الله سبحانه وتعالى الله قدرهم بقرن من الزمان، قرن، نقلة في صحيفتك، نقلة في المستوى بتاعك في دين ربنا سبحانه وتعالى، نقلة العمر. دي فرصة من فرص العشر الأواخر الذهبية أن تصيب هذه الليلة المباركة، وده رأفة من ربنا. تخيلوا يا جماعة لو كان ربنا لم يخفي عنا موعد ليلة القدر، لو ما كانش جمهور الفقهاء إنها ليلة 27، إنما المحدثين إنها ليلة 25، إنما الأئمة الشافعي وغيره ده يقول لك 23 وده يقول لك 21 وغيرهم من العلماء والصحابة يقول لك 29، ويجوا علماء تانيين يقولوا لا ده في الزوجي مش في الفردي. هو ربنا خفاها عنا ليه؟ لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام في اول التماسه لها اعتكف شهرا كاملا، شهر يجي يفض الخباء عند العشرة الاوائل لما يخلصوا جبريل ينزل له يقول له ان الذي تطلب امامك، يجي يفض الخباء عند نهاية العشر الاواسط يجي جبريل يقول له ان الذي تطلب امامك. وفي هذا العام أعلمه الله أنها في العشر الأواخر من رمضان، لما تعب عشانها قوي، لما اعتكف شهر كامل عشانها، لما تتعب هيفتح لك، لما تجاهد، لما تصبر على بابه هيفتح لك. يا بخته، يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا، لن يخزى ولن يضيع ولن يندم ولن تبور تجارته. يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا، الفتح كله مستنيه والمدد كله مستنيه وتنزل الكفاية والهداية من الله مستنيه. يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخته اللي هيعيش حياته آون إلى كنف الله سبحانه وتعالى. صفقة مهولة. تخيل ان صفحة القرآن ب100 ختمة قرآن، صفحة تلاقوا صفحة واحدة. تخيل ان جزء القرآن ب2000 جزء قرآن. فماذا لو أصبنا هذه الليلة؟ ماذا لو أصبنا هذه الساعات المباركة؟ ماذا لو وفقنا إلى هذه ال9 ساعات المباركات؟ فكيف يكون ثوابك عند الله سبحانه وتعالى؟